صباح الفل على كل اخواتي. غلاء الاسعار وغلاء البنزين 3 جنيه. صباح الفل على كل اخواتي. النهارده عايز اتكلم معاكم في الموضوع ده بشكل سريع كده، لاني لاحظت ان في كميه من الناس تجهل معلومات كتير قوي. قلت اذكر لعل الذكرى تنفع المؤمنين والغير مؤمنين. لقيت احد الشباب في سن ال 30 35 تقريبا منزل بوست بيقول: ليه كده يا حكومه؟ ليه البنزين يزيد 3 جنيه؟ ليه الاب الغلبان يبقى نفسه يجيب حاجه لاولاده ومش عارف يجيبها؟ ليه الاب يبقى عايز يجيب لبناته حاجه في الجهاز ومش عارف يشتريها؟ ليه الناس تبقى مش عارفه تجيب حته جبنه، مش عارفه تجيب كيلو لبن، مش عارفه تجيب الفرخه، مش عارفه تجيب اللحمه، مش عارفه تدفع المصاريف، مش عارفه ليه المواصلات تبقى اغلى من القبض؟ ليه؟ انتوا المفروض تعلوا الضرايب وتخلوا السجاير دي، تمن علبة السجاير 500 جنيه. المفروض تخلي الممثلين يدفعوا 50% من أجورهم ضرايب. المفروض تخلي اليوتيوبرز والمغنيين يدفعوا 50% من دخلهم. المفروض تخلي اللي راكب عربية أغلى من 1,000,000 جنيه يدفع ضرايب قد كده. المفروض تخلي تعالى على الناس دي اللي معاها ياما واكلينها ولعة، واحنا اللي غلبانين ما معناش حاجة خالص، مش لاقيين ناكل. كل حلمنا ان احنا ناكل عيالنا. ف انا عندي وجهة نظر، يعني ان كل بني ادم فينا هو ضحية غبائه وضحية جهله وضحية طريقة تفكيره. بمعنى، يعني انا اعرف ان الظروف الصعبة يا ولاد، او الشدائد، او العراقيل في هذه الحياة المفروض تكون دافع للبني ادم انه يغير من نفسه لانسان افضل. يعني الاسعار غليت، ومرتبي بتاع الوظيفة اللي انا بشتغلها دي مش بيكفيني. يبقى قدامي حل من الاتنين: يا اما اطور من مهاراتي ومثلا واشوف شغلانه تانية عشان اشتغلها عشان اكسب اكتر، عشان كده الحال مش هينفع. هم؟ يا اما باخد بعض دور على شغلانه تانية، في حتى لو في بلد تانية او في دوله تانية. لازم أنا الاقي حل تاني غير ان انا اقعد اندب على الفيسبوك. لان يعني الناس بتنسى. يعني لو جيت ابدا بالممثلين اللي بيقول لك المفروض ندفعهم 50% من اجرهم دول. انت ايش عرفك ان هم ما بيدفعوش؟ انتوا يا جدعان ناسيين ان في الدستور، ان القانون بتاع العمل، قانون العمل بيقول ان اللي دخله دخل غير عادي بيبقى ليه نسبة معينة، بيدفع 33% من دخله. يعني كل 100 جنيه داخله في جيب الممثل دافع منهم 33% ضرايب. انت متخيل رقم ضخم قد ايه؟ ما هو بيدفع يا ابني فعلا ضرايب. انت متخيل النجوم والمغنيين اللي انت بتحكي عليهم دول، النقابه بتاعتهم والحكومه بتاخد منهم ضرايب قد ايه على كل تصريح حفله؟ انت متخيل معايا كل عربيه من اللي انت بتحكي عليها ام مليون جنيه دي يا بني ادم يا ذكي؟ الحكومه تمن تصريح دخولها بس البلد بيدفع قد تمنها مرتين. ازاي يعني العربيه المرسيدس دي بتبقى في بلدها ما تسواش نص التمن اللي انت دافعه فيها هنا؟ يعني لو هي في تمنها هناك يسوى 400 الف جنيه، انت بتدفع عليها مليون 200 مليون 300 عشان تركبها. وعشان كمان تروح ترخصها على حسب عدد السي سي بتاعها، بتلاقي نفسك بتدفع ترخيص عالي جدا، اعلى من العربيات العاديه. فانت مين قال لك يا ابني ان الحكومه ما بتاخدش منهم فلوس؟ انت مين قال لك الحكومه ما بتدفعهمش؟ بتقول علبه السجاير وتذكره السيما تبقى ب 500 جنيه. ما انت كده انت مجنون. هو انا كده انا ما بدخنش، بس انت عارف لما علبه السجاير تبقى ب 500 جنيه ايه اللي هيحصل؟ انت عارف اللي مش هيشربها هيعمل ايه؟ احنا كلنا ضحايا شهواتنا، وكلنا عبيد والعياذ بالله بعد ربنا، عبيد لشهواتنا والعياذ بالله. ربنا يكفي الناس شر الحاجات دي. انا الحمد لله خارج عني الكلام ده، بس انا بفهمك يعني، بحاول اعبر لك. انت متخيل البني ادم لما يوصل لمرحله ان دماغه بتاكله عشان عايز يشرب سيجاره ومعهوش يجيبها؟ انت متخيل يعمل ايه؟ يا اما هيجي على قوت عياله مش هياكلهم اكتر يا غبي، يا اما هينزل يعمل ثوره في الشارع. كلامك اللي انت بتقوله ده ما هو الا تسخين للناس اللي شبهك، الناس الكسالى اللي عايزين يقعدوا ما يغيروش من حياتهم للافضل. انت ليه تفضل قاعد في حاله الفقر اللي انت فيها دي؟ يعني انت ليه تفضل قاعد شايف ان كل الناس عايشه وانت الوحيد اللي هتموت؟ وليه متخيل ان المفروض في بني ادم يجي يحكم دوله، اللي هو نفترض اللي هو انت بقى، تعالى نفترض ان قلنا لك طب تعالى بقى يا عم احمد، تعالى بقى يا عم امسك انت الدفه اهو واحكم لنا البلد وشوف انت هتغلي الاسعار ولا مش هتغلي. احنا في حاله حرب عالميه ثالثه. عارف يعني ايه حرب عالميه ثالثه؟ يعني العالم كله متضرر ومتاثر. انا عندي اصدقائي في المانيا وفي فرنسا وفي السعوديه، كل الناس دي الاسعار عندهم زادت. وفي امريكا نفسها البنزين سعره زاد. هو مفيش غيرنا احنا اللي بنشتكي؟ مفيش غيرنا احنا اللي بنصيح عشان احنا حلاليف ما بنفهمش؟
نرجع بعد كده للناس اللي بيقول لك المفروض تدفعوا. انت عارف ان اليوتيوبر الحكومه بقى لها سنه ونص ولا سنتين فرض عليهم انهم يعملوا بطاقه ضريبيه، عشان كل ربع جنيه داخل لهم من بره مصر اللي هو عن طريق الادسنس وجوجل واليوتيوب والكلام ده، عشان بس تستلم الحواله بتاعتك انت بتدفع كام في المية ضرايب؟ انت تعلم كل تلك المعلومات ولا انت بتصيح وخلاص وبتتكلم عامل نفسك بالعريف وخلاص؟ يا جدعان اتقوا الله، اتقوا الله، عشان انتوا كده في بند المفسدين في الارض. يعني ايه المفسدين في الارض؟ يعني انا دلوقتي شاب عبيط وهبل ولم اوتي من العلم اي شيء يخلي دماغي دي تتفتح شويه عشان تفهم حاجه، ورحت سامع كلامك ده واتاثرت بيه، هعمل ايه؟ هروم لهم صحابي وساخن ونازل عامل ثوره في البلد، هوبا يحصل سقوط في نظام الحكم ويحصل انحلال في الشارع، ويحصل ما يبقاش في امان، تلاقي نفسك مش عارف تمشي في الشارع، تحصل ثوره، تلاقي نفسك فجاه السكر والزيت والرز والدقيق اللي انت عايش عليهم تلاقوا فجاه احنا ما بقيناش بنجيبهم، لان الرئيس مش فاضي انه يجيب لنا سلع غذائيه بيحل الازمه اللي في الشارع. فتلاقي نفسك ترجع بقى زي زمان، بتدور على كيلو السكر ان شاء الله ب 100 جنيه في المحل ومش لاقيه، تقول يا رب ده انا لو لقيته ب 100 جنيه هشتريه، يا رب الاقي زيت. انتوا يا جدعان فاكرين الايام دي ولا انا كبير قوي للدرجه دي خلاص بقيت عجوز ان انا اوعى ايام الثوره و2011 2013 الكلام ده؟ يعني انتوا ما توعوش على الكلام ده ولا انا بس اللي كنت كبير ساعتها ولا ايه؟ انا مش فاهم انتوا زي كده. يعني انا عندي 26 سنه دلوقتي، يعني الحاجات دي انا حضرتها انا عندي 11 سنه وانا عندي 13 سنه. يعني انت بقول لك انت كمان انت عندك 30 و35 اللي بتشتكي. احنا ذنبنا ايه دلوقتي ان انت عايش على الكوكب او على الدوله، ان انت ما اتعلمتش او ما اتعلمت الصنعه او ما خدتش خبرات؟ انا عن الصنايعي بياخد كام؟ يعني الصنايعي بياخد 400 500 جنيه في اليوم، واللي خلى العامل بياخد 200 جنيه، يبقى انت اكيد بتاخد لك 400 500 في اليوم، يعني بتقبض تقريبا 15000 جنيه في الشهر. انت عايز ايه؟ وبعدين المواصلات غليت عليك، ما تروح للراجل اللي مشغلك قول له يا باشا والله المواصلات غليت، انا عايزك تديني زياده على مرتبي كذا كذا لان المواصلات غليت. يعني ايه المواصلات غليت عليك كام؟ يعني بدل ما كنت بدفع 10 بدفع 20، يا سلام هزود لك 10 جنيه في مرتبك. هو مستحيل انت لو رحت قلت له زود لي 10 جنيه في اليوميه عشان المواصلات غليت عليا مش هيغليها، هيديك 10 جنيه زياده لو دي ازمتك يعني في الحياه. انما انت طالع تصيح وطالع تعمل دوشه وطالع تسخن الشعب اللي هم الجهله اللي زيك، الشعب اللي هو الشعب كله، الطبقه اللي انت بتخاطبها طبقه مين بقى؟ اللي راكبين التكاتك، اللي بيشتغلوا عمال وهم عندهم 40 و50 سنه عشان هو لا اتعلم صنعه ولا اتعلم شهاده، وكان بيستكبر انه يشتغل عند الناس. ما في ناس يقول لك انا استكبر اشتغل عند حد، اللي بيشتغل حد بيشتغل عند حد بيستعبده، صاحب الشغل بيستعبده. لا صاحب الشغل مش بيستعبده، انت جرب انت افتح مشروع كده وتبقى عايز الحياه تمشي وتبقى عايز المشروع ينجح، وشوف نفسك هتعمل ايه لما تلاقي عامل بيولع سيجاره ساعه الشغل، ولا قاعد بيتكلم مع زميله، ولا بيستهتر وبيطلعش المنتج بالجوده المطلوبه، شوف انت هتعمل معاه ايه. انما احنا بنحب نصيح وخلاص، صياح كله جهل وغباء. الاسعار لازم تزيد، وانت لازم تتقبل هذا الامر، وانت لازم تحاول تغير الواقع بتاعك وتكون انسان منتج. انت تقل عن اليوتيوبر ولا عن الممثل ولا عن المطرب ولا عن هو الناس دي تفرق عنك ايه؟ جرب اعمل زيهم يا اخي. يعني جرب اتحرك من مكانك وافتح لك قناه يوتيوب يا عم، اضعف الايمان خالص، مش هقول لك روح جرب تمثل ولا جرب تغني ولا جرب تعمل، افتح لك قناه يوتيوب يا عم، اطلع اتكلم فيها عن الحلبه الحصه، اطلع اتكلم زي كده وعي الناس اللي حوالين منك، يمكن ربنا يرزقك رزق من خلال ده. انما هتقعد تصيح وتقعد تبص في رزق الناس وتقعد تقول اصل مش عارف ايه والدوله وحرام عليك يا ريس، وبص للناس الغلابه وبص للناس اللي مش لاقيه تاكل، انت مجنون؟ يعني انت عندك ظن ان هو عنده وقت يبص على البوست بتاعك ده؟ مين اللي هيبص على البوست بتاعك ده؟ الناس اللي عايشين نفس الحاله المتخلفه عقليا اللي انت عايشها دي، فيسخنوا، فيلا نعمل ثوره، فيلا نقلب الحكم، فيبقاش في امان في الشارع، تبقى مش عارف تنزل مراتك ولا اختك ولا مدرسه ولا شغل ولا حته خالص، فتلاقي نفسك خايف على ابنك يروح مدرسته، فتلاقي نفسك خايف على ابنك يروح جامعته، فتلاقي نفسك انت شخصيا خايف تنزل من البيت، فتلاقي الناس عامله لجان شعبيه تحت عشان تحمي نفسها بدل ما يناموا في امن وامان اللي نفسهم مش عارفين يناموا. كل ده ليه؟ عشان بنزين زاد 3 جنيه؟ يزيد يا عم، يزيد يا عم، اشتري عجله روح وتعالى بيها شغلك يا عم، غير مكان سكنك وروح اسكن جنب الشغل يا عم. يعني انا والله بستغرب الناس البني ادم اللي يبقى مثلا يقول لك ده انا بدفع 100 جنيه مواصلات يوميا، ليه يا ابني 3000 جنيه في الشهر مواصلات؟ طب ما تحط 3000 جنيه دول على الايجار اللي انت بتدفعه وروح اسكن جنب الشغل وخلاص، ريح دماغك، روح اسكن جنب دراستك، روح اسكن جنب جامعتك. انت ايه اللي مخليك قاعد بعيد عن شغلك قوي كده عشان تدفع 100 جنيه مواصلات ولا 50 جنيه مواصلات؟ ايه الجنان ده؟ يعني بجد ايه الجنان ده؟ ايه التخلف ده؟ وانت عايز مين يحل لك المشاكل دي؟ الحكومه تعمل ايه؟ انت متخيل معايا ان الحكومه، احنا 120 مليون بني ادم، يعني الحكومه لو جت تطلع لكل مواطن 100 جنيه، 100 جنيه ايه 100 جنيه بس، انت عارف ال 100 جنيه دي تكلف الحكومه 120 مليون في 100، يعني تقريبا بكام يا ربي؟ مليار 200، مليار و200 مليون جنيه مثلا عشان يطلعوا لكل مواطن 100 جنيه لا تذكر. انت عارف الحكومه عشان تطلع لكل مواطن 1000 جنيه
في ال 120 مليون مواطن. انت متخيل الحكومه هتطلع كام؟ انت متخلف يا ابني؟ الحكومه تعمل لك ايه؟ ما هو الحكومه لما تزود 3 جنيه، ال 3 جنيه دول بيفرقوا عندهم عشان هم يقدروا يجيبوا بنزين تاني ويشتغلوا في البترول تاني ويطلعوا لك تاني، لان لو ما فيش وقود المصانع هتقف والمواصلات هتقف والانتاج هيقف وكل حاجه هتقف. انا مش عارف انت عايز ايه يا ابني. نصيحتي يا جماعه لكل الناس تتفرج عليا، ارجوك، القريب والغريب والبعيد والقريب، ارجوك لما تلاقي نفسك ظروفك قرصت عليك ما تشتكيش وما تصحش، دور على حل تاني. المفروض الشدائد والازمات تخلي عندك دافع ان انت تغير من الواقع بتاعك وتغير من الحالة بتاعتك. انا حالتي زي الزفت ودخلي مش كويس ودخلي مش مخليني قادر اعيش الحياة البديهية او البدائية خالص تخليني اقدر اكل واشرب واجيب الحاجات لاولادي، يبقى لازم اشتغل شغلنا كمان، يبقى لازم افكر في مشروع، يبقى لازم افكر ان انا اعمل منتج ما. هنصحكم نصيحة ذهبية لا تقدر بثمن، سمعها من راجل مليونير، قال لي يا محمد عايز تكون مليونير وملياردير في هذه الحياة، بص في الدايرة بتاعتك اللي هي الشغلانة بتاعتك. انت راجل مثلا نجار مسلح، راجل بنا، راجل نقاش، راجل ميكانيكي، بص على الشغلانة بتاعتك وبص دور فيها على مشكلة كل زمايلك اللي بيشتغلوا نفس الشغلانة بيعانوا منها كل يوم، بيعانوا من نفس المشكلة كل يوم. خد المشكلة فكر فيها وتبناها ودور لها على علاج، وبعد ما هتدور لها على علاج بيع العلاج لكل الناس اللي حواليك اللي هم بيشتكوا من نفس المشكله. صدقني الناس هتبقى عايزه توفر وقتها وهتشتري منك العلاج لان ما عندهمش وقت يجربوا. ساعتها هتلاقي اللي بيشتري منك بقى 10 100 ألف مليون مليار بني آدم بيشتروا منك الحل، لأن أنت هتسهل عليهم حياتهم. يبقى هنعمل ايه؟ هندور على مشكلة في دايرة الشغل بتاعتنا بيعاني منها كل الناس اللي بيشتغلوا الشغلانة، وهنوفر لهم حل للمشكلة دي. هتلاقي كل الناس بتستهلك الحل ده منك، وهتلاقي كل الناس تدفع لك الفلوس بكل حب، وكل الناس بتقول لأصدقائها الحقوا ده في حل للموضوع ده، تعالوا نروحوا نشتريه. زي كده لما كانت المروحة، لما جم اخترعوا التكييف قالوا لهم يلا تعالوا نشتروا تكييف عشان بيطلع هواء ساقع بدل الهواء السخن اللي طلع من المروحة. او هوبا الراجل اللي كان بيمشي كل يوم يروح الشغل الصبح الدنيا بتمطر عليه بتغير له هدومه وعايز يوصل بهدومه ناشفه، فقرر ان هو هيخترع الشمسيه. وهكذا دور على حل لمشكله ما وبيع الحل ده للناس، هتبقى مليونير وملياردير. دور على شيء ما يخليك تغير من الواقع بتاعك، خلي عندك دافع. الظروف الصعبه دي تخلي عندك دافع ان انت تكون احسن وتكون اغنى وتكون في مرحله افضل من دي من حياتك. لان انت مش مفروض عليك الفقر، انت بتختارش الظروف اللي بتتولد فيها، ولكن بتختار الظروف اللي حياتك بتكمل وبتنتهي عليها. اتمنى تكونوا استفدتوا من اللي انا قلته، واتمنى الناس تفوق، لان عايزين البلد تفضل مسطوره. الناس كلها بتتضرب بتتبهدل في الحروب، احنا الحمد لله واقفين على رجلنا مستورين. 3 جنيه ايه حلوه في حيوان انت اللي بتتكلم فيهم ان البنزين غلي، ولا 10 جنيه ايه اللي الفرخه زادتها، ولا 20 جنيه اللي كيلو اللحمه بدل 400 بقى 420 اللي بتتكلم عليها. فوق، فوق، يعني فوق. وبدل ما تتكلم مع مثلا مع الرئيس ان يشوف لك حل ويشيل ال 3 جنيه بتوع البنزين اللي غليوا، يعني اتكلم مع المدرس اللي بيغلي مثلا الحصه على ابنك اللي انت عارف انه بيكسب الوفات وملايين من كل حصه عشان هو بيجي له مثلا 100 عيل في الحصه. اتكلم مع انه يعمل لك تخفيض مثلا. بدل ما تركب مواصلات غير مكان سكنك لجنب الشغل. دور على حلول، دور على حلول بدل ما تقعد تحرق، والحرق يسخن الناس الجهله اللي زيك فتحصل نصيبه كبيره خالص. عمال اعيد وازيد في نفس الكلام. اتمنى الكلام يكون وصل لكم، واتمنى تكونوا استفدتوا اي حاجه. اتقوا الله وربنا يرحمنا برحمته جميعا ويعدي علينا الايام دي على خير ويسترها معانا ويكمل علينا بالستر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.